السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وفاء بسمه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم مزيانه. فيديو جديد على القناه، كنتمنى يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. اللي كيكتشف القناه ديالها اول مره يفعل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. اليوم غنديروا واحد الطبق زوين ورائع، كلشي كيحماق عليه. تبقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو بالنسبه للطريقه والمقادير باش تكتشفوها يعني بالتفاصيل. غادي نبداو على بركه الله. هنا غادي ناخذوا جوج دجاجات من وزن 2 كيلو. يعني الا كانوا جوج صغار ناخذوا 3. هنا غادي ناخذ راس ديال الثومه، يعني هكا راس متوسط كامل، يعني ماشي الفصوص، الراس كامل غادي نشدوه، غادي نحكوه. هنا عندي حمضه ونص، غير اللوب ديالها، يعني الحامض مصير غير اللوب ديالها، كنحيدوا القشره كنخليوها، غادي نحتفظوا بها جانبا حتى نحتاجوها في حاجه اخرى. وغادي ناخذوا غير اللوب، غادي نقيوه من العظم من كل شيء، وغادي يعني نفرتوه بيدينا. هنا درت واحد معلقه صغيره هنا ديال السمن، يعني واحد شويه ديال السمن، هنا واحد معلقه غير صغيره، يعني الا كان السمن حار. هنا عندي 4 ديال المكعبات ديال الضمر ديال البنه، عندي 2 ديال الحوت و2 ديال البكري، يعني ملي كينسجموا مع بعضياتهم كيعطيو واحد المذاق زوين. هنا كناخذ واحد 2 معالق عامرين ديال الكمون، يعني هاد البسطيله هذه يعني كتبغي الكمون. غادي ندير واحد معلقه ديال التحميره، يعني معلقه ما عامراش بزاف. وغندير سكينجبير حتى هو واحد معلقه عامره. وغادي ندير معلقه ديال العطريه ديال الحوت. هنا غادي نزيد واحد 2 ضمات ديال الزعفران. هنا عفوا ملي كنت كنخلط، يعني هنا اللي بغى يدير الحار يدير. انا نسيت ما درتوش في الاول، يعني غادي خليته حتى ملي درت الدجاج ديالي يطيب، ديك الساعات عاد درتو. يعني نتوما يمكن لكم تضيفوه دابا في الاول، يعني باش كيدخل مع العطريه. هنا درت لاصوص ديال الصوجه هذيك اللي ثقيله، ودرت هذه ديال نيوكمان، يعني هذه كتكون شويه خفيفه والاخرى شويه ثقيله. كنخلط بيناتهم وكنبقى نخلط هاد الخليط ديالي، كنبقى نمعكو هكا بيدي بشويه مزيان حتى غادي ينسجموا ليا الخليط. هنا ما كنحتاجو لا ربيع لا يبزر لا والو، يعني غير مكوناتهم. كتجي هاد البسطيله الصراحه رائعه، وكيجي واحد المذاق خطير. صافي هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، يعني غير اللي يخفف ليا الخليط، يعني ما غاديش نديرو بزاف، يعني نتوما كتشوفوا عندكم ميزانكم. صافي غادي نبقى نحك هذيك الضويمات حيت كيبقاو شويه يعني قاصحين. صافي كنبقاو نفرتوهم هكاك حتى كنحصلوا على خليط يعني منسجم. هنا الدجاج كما لاحظتوا انا مفلحه من الصدر ديالو ومن الفخذين. صافي هنا كنبقى نشرمل الدجاج ديالي. هنا يمكننا هاد الدجاج نشرملوه هكا في الليل ونخليوه في الثلاجه حتى الصباح، يعني كيتشرب مزيان وكيجي لذيذ. او لا الا ما عندناش الوقت نديروه في الليل، في الصباح هكا نوضو نشرملوه، يعني نغطيوه على الاقل نخليوه واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع باش يتشرب لينا ديك العطريه، يعني باش كيعطينا هكا المذاق زوين. كما كتلاحظوا صافي انا غادي نبقى هكا كنصايب الدجاج ديالي. كما قلت لكم انا عندي هنايا 2 دجاجات من وزن 2 كيلو، يعني يعني الا كان عندكم نتوما الدجاج صغير يعني ديروا هكا 3 ديال الدجاجات يكونوا صغارين. يعني راكم عارفين ملي كنفرتوا الدجاج وملي كنحيدوا ديك الجناب ونحيدوا، يعني راه كيبقى غير الفخذ والصدر هما اللي كيعطيونا هذيك اللحم اللي كتكون يعني اللي كتكون اللحم ديالو باينه. هنا كما قلت لكم هنا صافي غادي نغطيه بالسلوفان، يعني غادي نخليه هنا يتشرب ليا. انا قلت لكم على الاقل 2 سوايع ولا 3، يعني ولا درناه في الليل يكون احسن. يعني الا كان عندنا متوفر يعني القوام نديروه في الليل ونخليوه في الثلاجه حتى الصباح. غادي نغطيه ونخليه جانبا يتشرب ليا. ديك الساعات ملي غادي ندوز ليا ديك 2 سوايع ولا 3 سوايع على حسب الوقت حنا اللي عندنا المتوفر، عاد غادي ندوزو باش نطيبوه. هنا صراحه كانت عندي كوزينه في السطح، الاضاءه شويه الشمس كانت مجهده، يعني كتنق شويه على الاضاءه. هنا هانتوما لاحظتوا انا درتو هنايا في هكا في كوكوت كبيره ولا كاميله، يعني نتوما اللي متوفر. كنهبطوا هذيك شويه ديال العطريه اللي كتكون في الطبسيل، وغادي نشلوها هكا بشويه ديال الماء ونديروها. حنا هاد الدجاج هذا يعني ما غاديش نحتاجو فيه الماء بزاف، يعني ما عندناش الغرض حنايا في المرقه ديالو بزاف، يعني حنا بغين غير الدجاج وهذيك الدغميره ديالو اللي غادي تبقى في الاخر. صافي هنا غادي نديرو كما غادي تلاحظوا معايا، غادي نديرو فوق النار وغادي نخليه كيتقلى. هانتوما كما لاحظتوا معايا، يعني هنا بدا كيتقلى ليا. كما قلت لكم كانت الشمس كثيره، يعني درقات ليا شويه على الاضاءه،
يعني كنعتذر على هذا يعني التصوير هكا مع الشمس بزاف صراحه، يعني عييت ما ندرق ولكن كانت الشمس كثيره. هنا غادي نضيف كيلو ديال البصله. هنايا عندي البصله غنشدها وغادي نقطعها هكا مرصيات صغارين، ندوزو هكا في الهشوار ولا في داك اليد اللي متوفر صافي. وغادي نديرو ديك البصله وغادي نخليوها حتى غادي تنزل لينا واحد شويه. هنا غادي نديرو واحد الكاس ديال العنبه ديال زيت العود، اولا تخلطوا ما بين زيت العود وتخلطوا زيت نباتيه. صراحه انا درت غير زيت العود، ما درتش الزيت النباتيه. كما لاحظتوا انا زدت ديك المعلقه ديال الحار اللي كنت في الاول كنت باغا نديرها مع العطريه ولكن ما درتهاش، يعني باش الدجاج كيطيب منسم بديك النغمه ديال الحار. صافي هنا درت غير كاس ديال الماء. كما كتلاحظوا انا ما درتش الماء بزاف. صافي غادي نبقى نحرك هكا الخليط ديالي مزيان حتى يتقلى ليا الدجاج، وغادي نغطي الكوكوط وغادي نخلي الدجاج ديالي يطيب. بغيتو تسدوها بغيتو تخليوها غير هكاك يعني غير مردوده، راه الدجاج راه كيكون ديجا مغسول مرقد يعني في البلاصه كيطيب يعني ما كيتعطلش بزاف. هنا هو الدجاج ديالي من بعد ما طاب صافي حيدته درته في الطبسيل. غادي نخليه حتى يبرد حيت سخون. هذيك المريقه اللي قلت لكم كما كتلاحظوا يعني حيت انا في الاول ما درتش الماء بزاف. ها هو هنا كنت كنحرك مع التحريك، ضروري ما تخفوش على التحريك باش ما تحرقش لكم هذيك الدغميره، حيت هاد الشرموله هاد الدغميره هذه اللي كتبقى هي اللي غادي تكون عندنا عطريه اللي غادي نسمو بها جميع المواد اللي غادي نحضروا من بعد الدجاج. هنا غادي ناخذوا واحد المقيله عاديه غير مقيله صغيره، غادي نديروا فيها شويه ديال الزبده، غادي نضيفوا فيها واحد شويه ديال الكالامار. هذا الكالامار هذا اختياري، اللي بغى يديرو ما يديروش، عفوا اللي بغى يديرو واللي ما عندوش متوفر يعني ما يديروش، ماشي ملزوم عليه يديرو. انا غير كان عندي هاد شويه يعني كان عندي زدتو حتى هو درتو، ولكن هنا يعني الوصفه الاصليه عندنا غير الدجاج والشعريه والشامبينيون يعني صافي هادشي اللي فيها. اما شي حاجه اخرى الا شفتوها يعني وما كانش متوفر عندكم يعني تستغنوا عليها، ماشي بالضروره انكم ديروها. كما لاحظتوا ملي درنا هذاك الكلامر شويه كيتشحر، هذيك الدغميره اللي كنت وريتكم كنت كنشحر يعني تعقدت. هنا زينا واحد 2 معالق وزدناها مع هذا الكلامر. هنا الكلامر البوطه ما كيبغيش البوطه مهيله باش ما يتكنزش لينا. هنا يعني ما نفوتولوش واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق كنشحروا فيه، والبوطه كتكون يعني شويه مجهده باش يعني كيطيب وما كيتكنزش. الا كثرنا فيه الطيب كيولي بحال كواتشو. هنا غادي ندير واحد المقيله فيها شويه زيت العود وشويه ديال الزبده. هنا عندي الشعريه ديال الارز يعني اللي فزقتها في المطايب. عندي ديك الحامض الاول ديال الحامض المصير اللي حيدته كما كتلاحظوا هو قطعته هكا مكعبات صغارين. هنا عندي الشامبينيون الاسود من بعد ما غسلته مزيان ورقدته في شويه ديال الماء حتى تنفخ ليا، وواحد العلبه ديال الشامبينيون المعلب يعني الفطر المعلب، ودوزهم في الهشوار يعني طحنتهم مع بعضياتهم. هنا هذاك الخليط اللي قلت لكم من الشعريه والشامبينيون وديك الحامض اللي مصير القشره ديالو اللي قطعت رقيقين كنزيدهم في ديك المقله، وكنزيد واحد تقريبا نص زلافه ديال ديك لاصوص اللي ديال الدجاج يعني هذيك الدغميره ديال الدجاج حتى هي كنزيدها. هنا كنزيد شويه ديال الحار وكنزيد شويه ديال المعدنوس. هنا كنت غندير هنا انا نسيت ما زدتش يعني ملي كنت كنخلط عاد حتى الاخر يعني حتى كنت ساليت حبست التصوير عاد زدت سميتو زدت العطريه ديال الحوت. وهنا زدت الثومه يعني الثومه شويه ديال الثومه خضراء يعني باش كنسمو هذيك الشعريه يعني باش تجينا منسمه ما تجيناش باسله، وواحد شويه ديال التحميره. هنا ديك العطريه ديال الحوت كنزيدوها حتى الاخر، اولا العطريه ديال الكروفيت يعني اللي متوفر. هنا من بعد ما تشحرت ليا ديك الشعريه خليتها جانبا صافي تشحرت وخليتها. هنا فرت الدجاج ديالي كما كتلاحظوا يعني عادي بحال اللي كنحضروا بسطيله. هنا زدت نتوما شفتوا واحد 2 مغرفات ديال ديك لاصوص ديال الدجاج اللي طابت فيه ديك التغميره، كنخلطو مزيان باش كيفزق ليا. هنا عندي واحد شويه ديال الكروفيت انا خديت كيلو، ولكن ملي نقيتو راه كتعرفوا بانه راه كينقص، حتى هو زدت له واحد مغرفه ديال ديك لاصوص. انا كما قلت لكم يعني هذاك الكروفيت ولا هذاك الكالامار يعني الا ما كانوش متوفرين يعني ماشي مشكل، يعني نكتفيو غير بالدجاج وبديك الخلطه ديال الشعريه. هنا من بعد ما وجدت يعني التحضيرات كامله ديال الحشوه ديال الشعريه يعني والدجاج كلشي قادته خليتهم حتى بردوا باش ما يقطعوش لنا الورقه. هنا خديت الورقه يعني بطبيعه الحال كتكون الورقه تكون مازال جديده وتكون سخونه باش كتعاوننا في الخدمه مزيان وما كتبقاش يعني الورقه ما تقطعش لينا. هذيك الزلافه عندي فيها ديك الدغميره، انا كنت ديال الدجاج اللي طفيها كنت صفيتها من ديك الزويته ديالها حمراء
وزدت عليها غير واحد شويه ديال الزيت، ديال الزيت العاديه اللي كنطيبوا بها النباتيه، يعني باش تعطيني ديك اللون احمر. زدت عليها غير واحد شويه صافي، وكنبقى ندهن بها الورقه ديالي. كما تلاحظوا انا درت هنايا الصينيه مربعه، ما بغيتش ندير هكا مدوره، يعني بغيت نبدل على المعتاد. صافي هنا غادي نبقى نفرش الورقه، يعني هاد الطريقه دي راه تبارك الله كلشي كيعرف الطريقه ديال الورقه ملي كنطلقوها هكا في شي صينيه، غير هذه مربعه والاخرى كتكون مدوره. صافي هنا عندي هاد الصينيه هذه ديال الفران ديال الضو، يعني هي اللي درت فيها انا. هنا درت 3 ديال الوراق، وغادي نزيد الرابعه وغادي ندير في الوسط. يعني ضروري هنايا باش كنثبتوا القاعده من التحت، يعني باش الحشوه ديالنا يعني ما تقطعش لينا تفزق ولا حتى تخرج. علاش قلت لكم يعني الحشوه تكون من الاحسن تكون الحشوه ديال البسطيله تكون بارده، يعني مع الورقه راها شويه دافيه، يعني مازال جديده يعني ورقيقه، يعني ما تكونش يعني الحشوه سخونه، يعني تكون بارده. هنا اول حاجه كنديروا الطبقه الاولى ديال الشعريه. حنا ما خلطناش الشعريه مع الدجاج، حيت الشعريه يعني واخا كنعمروها بشحال ما عمرناها ديما كتجي الشعريه هي اللي غالبه. يعني من الاحسن كنديروا الطبقه ديال الشعريه هكا هي الاولى، كنديروا واحد الكميه يعني معقوله، يعني كنعمروا باش كتجينا البسطيله كمجبه. صافي هنا غادي نرش هذيك شويه ديال الكالامر اللي قلت لكم، يعني اللي بغى يضيف الزيتون يعني كيديروا حتى هو مع الشعريه، غير هو حتى هو كيطحنوا، ولكن صراحه انا ما كيعجبنيش الزيتون مع يعني مع هكا البسطيل هكا ديال كتكون مسمى مالحه. هنا غادي نرش واحد شويه ديال الفرماج، يعني هكا غير شويه، راه ماشي بزاف، راه كما لاحظتوا يعني راه ماشي شي كميه كبيره. هنا كندير الدجاج من الفوق، يعني كتمشي هكا الحشوه يعني على شكل طبقات كما غادي تلاحظوا. كنديروا الشعريه الصينيه هكا يعني بديك الشامبينيون والمواد الاخرين، وكنديروا هذيك الطريطفات، وكنديروا هنايا الدجاج وكنقادو مزيان وكنعمروا القنات ونعمروا الوسط. هنا غادي نبقى نضيف ديك الكروفيت اللي كنت درت له ديك العطريه، يعني الكروفيت كنخليوه يعني صاين، يعني ما كنطيبوش، يعني ملي كنطيبوه كيتكمش. يعني هنا خضر هو مع السخونيه في الفران راه دغيا كيطيب، يعني ما كياخذش يعني شي وقت كبير، يعني مع السخونيه راه كيطيب وكيجي يعني باين، كيجي في العضه ملي كتعض البسطيله يعني كيجي داك الكروفيت باين. هنا زدت واحد شويه ديال الفرماج هكا من الفوق، يعني غير واحد شويه. صافي هنا غادي نبقى نطوي البسطيله ديالي عاديه كما غادي تلاحظوا، يعني بحال ما قلت لكم، بحال بغيتو ديروها مدوره بحال ديروها مربعه، يعني نفس الطريقه بحال غير هذه مربعه واخرى كتكون مدوره. صافي هنا كنسد هذاك الجناب ديالها كاملين، ودائما كندهنوا الورقه، يعني الورقه دائما ندهنوها. صافي هنا غادي نقادد الورقه ديالي كما غادي تلاحظوا. هنا غادي ندير غير 2 ورقات، يعني غادي نزيد شويه هذيك القدام والاخرى غادي نزيدها عاوتاني شويه لهنايا، يعني ما غاديش ندير هذاك النص ديال الاخر الورقه، يعني غادي شويه لتحت، ما غاديش يجي في الوسط، باش منين نزوق يعني منين نزوقها يعني ما يجينيش هذاك الخط في الوسط. هنا صافي غادي نلمط البسطيله ديالي عاديه، يعني يعني اي تلميط ديال البسطيله كلشي راه كيعرف كيف يجمع البسطيله من التحت. صافي هنا يعني انا حصلت على هذاك المربع، هو كما لاحظتوا هو غيكون عندي مقادد. هنا غادي ناخذ الورقه يعني عاديه، غادي نقطع شرائح وكنطويهم على 2، وكندير هنا السميطات. هنا غادي نبدل الديكور، يعني بغيت ندير واحد الديكور كما غادي تلاحظوه معايا، يعني غير كنشد الورقه، يعني ورقه دوره البسطيله كامله، وكنبقى نقطعها هكا شرائح طويلين وكندهنهم وكنطويها على 2 باش كتعطيني هاد البليات كما لاحظتوا بحال هكا. يعني هذه راه غير ورقه كنطويها على 2 وكنبقى نحط. ضروري تكون شويه طويله مع الجناب، حيت ملي غادي نساليو باش غادي نحيدو غير ديك الحاشيه الزايده اللي من التحت، والاخرين غادي نلمطوهم. يعني انا غندير هذا القنت هذا كما كتلاحظوا في الصوره، انا درت هذا القنت هذا والقنت اللي ملهيه، يعني قادت بديك البليات كاملين قادتهم. هنا كناخذ واحد نص ورقه وصافي كنبقى نطلع بيدي باش كنحصل على الشكل هكا يعني بحال الوريضه. هنا غادي نديرها في هذا القنت هذا اللي خاوي والقنت اللي ملهيه كما لاحظتوا معايا. هنايا انا هذيك الشريطات راني قادتهم حتى هما، يعني وكندخلهم كندهنهم وكنلمطها باش كتجينا هكا البسطيله ديالنا تجينا مفينيه مقاده. صافي هنا غادي ندير من هنا وندير من لهيه وغادي نلمطها. ها هي كتصبح عندي هنايا صافي واجده. هنا من بعد ما كنت كنزين راه دخلت عفوا شعلت الفران ديالي يسخن على درجه تكون عاليه حتى غادي تطيب على خاطرها، ونحاول ما امكن باش ما تخطفش لينا وما تجيناش يعني خضره من الداخل، يعني داك الورقه اللي دخلتها هي طيب.
هنا انا ملي درت البسطره ديالي راه درت عليها الكاغيط ودرت عليها واحد الصينيه باش هذاك البليات ما يطلعوليش هي، باش ما يتخسروش يبقاو يعني شادين الفورمه ديالهم. هنا غادي نزين واحد شويه ديال الكروفيت شحرته مع شويه ديال الزبيده والملح وشويه ديال الابزار، وهنا عندي شويه ديال الحامض، وعندي ديك الاعشاب يعني هذيك الاعشاب المنسمه يعني راه ولات موجوده. هادوك هما اللي غادي نزوق بهم، واحد شويه ديال الفرماج يعني التزيين بسيط وعادي. وها الشكل ديالها النهائي كتجي صراحه كتجي رائعه، وهذا المذاق كيجي فيها خطير. غير جربوها وردوا عليا الخبر، ما غاديش تندموا عليها. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتوصلوه العديد من اللايكات فضلا وليس امرا. وكنشكركم على المتابعه ديالكم الكبير والصغير، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، خلت لكم الراحه.